السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه بزاف بنينه وخفيفه تمتم توجدوها. انا نحب هذا النوع من الكاطوات اللي ليه نوجدوهم وزيد يوالم بزاف الفطور تاع الصباح ولا قهوه العصر. هذا النوع من الحلوى تجي بزاف خفيفه وتذوب في فمكم. انا ديما نديره لهم، يعني من داك نوض نديره لهم، نخبي منه شويه للضياف ولا كش ما يدخل ضيف على غدره والباقي نفطروا به في الصباح. صدقوني بزاف بنين. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تصليوا وتسلموا على محمد عليه الصلاه والسلام. وهيا بسم الله. اذا اول حاجه عندي 4 مغارف كبار تاع الزبده ولا مارغرين اللي عندكم، نزيد عليها رشه تاع ملح ومغرف صغيره تاع لافاني. وهنا نجيب سكر كلاصي وحنضيف كاس ونص كيما راكو تشوفوا. تحبوا تغربلوا سكر كلاصي مش مشكل. هنا دخلت مغرب يدي باه ما يتناثر ليش هذاك السكر كلاصي، ومن بعد حنبدا نستخدم الفوي. وهنا تحبوا خلطوا بيديكم ولا خلطوا بالفوي، المهم يذوب معكم هذاك السكر. هنا تجيبي 2 حبات تاع بيض وتبداي تدخلي فيهم في هذيك الخليط تاعك حتى يتجانس لك البيض مليح مليح. شوفوا كيفاه يولي القوام كريمي معكم. وهنايا نجيب الزيت. بالنسبه للزيت عندي كاس غربوع، نفس الكاس اللي عبرت به السكر كلاصي. تحبوا ديروا كاس غربوع ولا كاس ناقص 2 صوابع. هنا حاولوا تدخلوا الزيت هذاك مليح في الخليط تاعكم وشوفوا القوام كيفاه يولي. وهنا غير نكمل نجيب مغرف تاع المعجون. بالنسبه لهاد الوصفه حنحتاجوا المعجون تاع المشماش ولا اي معجون نتوما تفضلوه. وهنا نبدا نضيف في النشا. بالنسبه للنشا عندي 7 مغارف كبار. شوفوا المغارف ماهمش بومبي بزاف وماهمش ممسوحين، جايين متوسطين. بالنسبه للخميره الكيميائيه ولا خميره الحلوى عندي 2 باكيات. شوفوا هاد الوصفه تخرج لكم حوالي 60 حبه تاع الكاطو، يعني الله يبارك كميه معتبره ومليحه. تاكلوا وتوكلوا كما نقولوا. وهنايا بعد ما كملت النشا وخلطته نجيب الفرينه ونبدا نضيف فيها. الفرينه ما نقدرش نعطيكم بالتحديد قد ما ابقاو ضيفوا حتى توصلوا يعني تطموا العجينه تاعكم وتولي القوام تاعها متماسك، ما تجي طريه بزاف بزاف وما تجي يابسه. ودرك تشوفوا القوام معايا كيفاه. شوفوا كيفاه غير نحكمها بيدي يعني تتلم معايا وتتكعبر بكل سهوله. وهنا بعد ما كملت نبدا نشكل في العجينه تاعي اللي حنديرها شكل بسيط خلاص. حنديرها دوائر. بالنسبه للوزن تاع الدوائر هادو يعني هادو الكويرات، بالنسبه للوزن تاعهم 25 غرام. اذا ما عندكمش الميزان ديروا عينكم ميزانكم، يعني ديروهم كعبر كيما راكم تشوفوا. غطيو العجينه تاعكم وبقاو كعبروا باه ما تديلكمش هذيك القشره. هنا بعد ما كملت حنحطها على درجه حراره 180. حنحطها طيب لي من تحت، غير يطيب لي الكاطو تاعي ندخلو من الفوق يحمر لي جهد ما برك، يعني حاجه قليله خلاص. وهنا بعد ما خرجته نخليه حتى يبرد تماما. ونجيب هنا المعجون كما قلت لكم الوصفه هذه نحتاجوا المعجون. بالنسبه للمعجون انا درت تاع المشمش وعندي هنا الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو حمصته ورحيته به بالقشور. هنايا نبدا نحط في الحبات تاعي في المعجون، نحطهم شويه ونبقى نقلب فيهم يعني حوالي 5 ثواني برك مش بزاف. ونحطهم في هذاك الكاوكاو. بالنسبه للمعجون اذا لقيتوه خفيف معليش، اذا لقيتوه ثقيل لانه اغلبيه المعجون يجينا ثقيل، هنا تزيدوا له ماء الزهر، تحطوا له شويه هكا كميات وتبقاو تخلطوا بالفرشيطه حتى يوصل القوام اللي نعدته لكم. يعني كما راكم تشوفوا القوام جاي سائل شويه هكا باه الكاطو تاعنا من بعد يطرى وتجي فيه النسمه تاع الزهر، يجي بزاف بنين وما يهزلناش كميه كبيره بزاف من المعجون ويجينا بزاف حلو. هنا بعد ما نحطها كما راكم تشوفون نغمسها في المعجون ونزيد في الكاوكاو ونخرج الحبات تاعي. وهنا انا حنكمل كامل الكميه اللي عندي في هذا الصحن ونرجع لكم في صحن التقديم. كما قلت لكم الكميه اللي درتها لكم انا دير لكم 60 حبه. اذا حبيتوا ديروا قل اقسموا المقادير وحتخرج لكم واحد 30 حبه. انا ديما نحب ندير لهم هكا ب60 حبه. بعدا هادو الكاطوات اللي نفطروا بيهم وكلش يعني يجيو بزاف بنين. جربوه على ضمانتي. بالنسبه للحلوه هذه تقدروا ترمدوها اذا حبيتوا في الجلجلانيه محمصه ولا في نوات كوكو ولا في الكاوكاو. صدقوني تجي بزاف بنينه وعلى ضمانتي جربوها. قبل ما نكمل لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جام وكومونتير، تابونيوني اذا ماكمش مابونيني. وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. وتهلاو في رواحكم. مع السلامه.